السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا بقى، قبل ما نبدأ في الفيديو حطي اللايك، ولو مش مشتركة بالقناة اشتركي فيها فضلا وليس امرا، علشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيلة اهل الكرم والجود. شفتوا الشباك عندي منور ازاي؟ ما شاء الله. والنور دوت مش جاي من فراغ، جاي من اهتمام برضو وتنظيف. يعني دايما بنضف السلك، ويعني مش بخلي الدهون بقى والأتربة تقفل اللي هو الفتحات بتاعة السلك. فما شاء الله، تبص عندي بالنهار تحس المطبخ ده نهار كده، في الشمس بتبقى داخلة فيه وحاجة حلوة ما شاء الله. وبقى التهوية بتبقى حلوة والكلام ده كله. ان شاء الله بإذن الله نعمل روتينات جاية كتير، علشان خاطر خلاص احنا داخلين على شهر الكرم والخير. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وبإذن الله هنجدد الحاجات اللي عايزة تتجدد، والحاجات الحلوة اللي ما حصلهاش حاجة ننضفها بقى ونلمعها. وان شاء الله بإذن الله نعمل روتينات جامدة ان شاء الله وتشجيع كده، علشان خاطر نستقبل رمضان كده بطاقة. وان احنا يعني في رمضان بقى نعتمد ان احنا كل اعتمادنا ان احنا يعني عملنا ده كله وخلصناه، بقى نتوجه بقى للعبادة وللصلاة، وربنا يا رب يتقبل منا يا رب. بصوا هنا هنعمل ايه عندنا هنا. بقى هعمل شوية طعمية حلوين، هعمل كمية كبيرة. ده البقدونس، عايزة اقول لكم يعني هنا بظبطهم، بشيل اللي هو الاطراف اللي من العيدان دي، بستفيد بيها بصراحة. يعني انا احب اكل واكل طيور يعني بصراحة. فباخد اللي هو العيدان. انا عارفة كل حاجة بتبقى مفيدة في البقدونس وحلو جدا. بصوا، مية في الجسم، غسيل كلوي، كل حاجة زي الفل ما شاء الله. يعني والله انا عايزه اقول لكم ان انا لما بيكون عندي طيور تعبانه واغلي لها البقدونس ده بتخف حاجه. اللهم بارك، يعني ما شاء الله اللهم بارك فوائد البقدونس. واسالوا عنها، يعني خدوا لكم كده في جوجل لف عن البقدونس، هتلاقوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني فوائده لا تعد ولا تحصى. هنعمل شوية طعمية. عندنا الطعمية بقى عشان خاطر رمضان هعمل كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين، دولت 2 كيلو فول. وزي ما انتوا عارفين انا طعمية يعني بصل اخضر كتير، وخصوصا العروش بتاعة البصل دي. طب انت عاملة كمية كبيرة كده ليه؟ هقول لكم. بس اقول لكم من الاول ايه المقادير ان انا هحطها، علشان خاطر لو هتعملي لك شوية كده ينفعوكي في رمضان بإذن الله. عندي البصل زي ما قلت لكم حزمتين بصل حلوين كده، وعندي دولت راسين توم، وعندي بقى شوية خضرة وشوية فلفل، وتمام على كده كله. اهم حاجة الفول يكون مبلول كويس برضو، علشان لو هتعمليه في الكبة ما يتعبكيش، ولو هتعمليه في اللي هو مكنة الفرم والكلام ده كله برضو ما يتعبكش، يبقى سهل ايه، وما يعني مش يبقى ناشف ويتعبك والكلام ده كله. والعجينة يعني بصي تعملي قرص الطعمية، تبصي تلاقيه فك منك في الزيت. ليه؟ لان يعني لازم تبقى الطعمية عجينتها ايه، متماسكة، او بمعنى زي العجين كده. مثلا لما الدوناتس الحاجات ديت لما تكون معجونة كويس وطرية والكلام ده كله، تبصي تلاقيها مفكتش معاكي. فهو كذلك نفس الحكاية. لكن لما تبقى الطعمية يعني الفول بتاعها ناشف، مهما انطحنت فيها تحسي ان هي برضو محببة كده، هو لسه ما بقتش زي العجينة. وهحط بقى شوية فول على شوية خضرة، وخلطته كله على بعضه. وهبدأ ان انا اعمل في الكبة، افرم في الكبة. لو عندك اللي هو المفرمة العادية تمام زي الفل، اربطيها على الطبلية وانزلي بقى فرم زي العسل، وكله حلو. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. خلاص على كده هتعملي انت ليه الفول ده كله؟ وده اسراف وده مش اسراف. لا مش اسراف. عايزه اقول لكم الحاجه في التفريز والله العظيم مش اسراف ابدا، وبتنفع جدا جدا. يمكن انا بعمل حاجه بكميات كبيره. انا اختلف في الصعيد، عندنا هنا بتبقى فيه عمال او بيبقى فيه انفار في الارض والكلام ده كله. الانفار دي ما ذنبهاش حاجه، عايزه تاكل يعني. وناس بتبقى شقيانه وشغاله يعني في حصاد القمح والكلام ده كله، خصوصا في الموسم الحصاد. يعني الناس بتبقى تعبانه جدا. شوفوا انتوا بقى اللي عنده ارض ولا اللي في الصعيد والكلام ده كله، عارفين يعني ايه حصاد ارض وكده. الحصاد القمح قصدي. فالناس بتبقى عايزة أكل، في اللي بيبقى عايز سحور، واللي عايز، وفي ناس يعني يعني ما شاء الله اللهم بارك بتاكل علشان خاطر ده تعب وشقة والكلام ده كله. فأنا بعمل الحاجة بكمية كبيرة، بعمل حساب الناس يعني مش ليا، يعني مش للبيت بس. والحاجة يعني في الفريزر مش هيحصل لها حاجة. لو قعدت عندك سنة طول ما انتي عاملاها كويس ومفرزاها كويس، مش هيحصل لها أي حاجة.
وبصوا هنا خلطت خلاص الكمية كلها ما شاء الله اللهم بارك. هتحط ايه؟ هحط ملح فقط لا غير. لما بكون عاملة كمية كبيرة ما بحطش غير ملح بس، علشان خاطر البهارات طعمها ما يغيرش، هو الملح مادة حافظة وخلاص على كده. لكن لما بيكونوا شوية قليلين بصراحة بتبلهم وهو تمام. لكن الكمية زي ما انتوا شايفين ما شاء الله واللهم بارك، ال2 كيلو عملوا معايا كمية. عايزة اقول لكم مشروع بقى الطعمية دي. عايزة اقولك ان انت ممكن تعملي مشروع من عجينة الطعمية. تقولي لي ازاي؟ من غير ما تقلي ولا الكلام ده كله. اقولك ان انت تجيبي الفول 2 كيلو فول وتبليهم وتعمليهم زي ما انا عملتهم كده، وتشوفي بقى يعني كل واحدة وأدرى بالمنطقة أو بالمكان اللي عايشة فيه، وتقولي بقى لجيرانك وللناس اللي انت تعرفيها انا هعمل عجينة طعمية واللي حابب يشتري مني والكلام ده كله. وفي الايام دي اي حد يحب الحاجة بتاعة البيت النظيفة، خصوصا لما الناس تجرب حاجتك وتلاقي حاجتك نظيفة ما شاء الله، يحبوا بقى ان هم ياخدوا منك على طول ويعتمدوها. احنا كستات بيوت يعني اي واحدة فينا بتدور على المكان الكويس، ولما بتجيب حاجة من عند حد يعني وتكون نظيفة وحلوة بتشكر فيها وتقول الحاجة حلوة وبتكررها مرة واتنين وتلاتة. فعايزه اقولك ان يعني ان انت لو عملتي عجينه طعميه كده في البيت وكيستيها وبعتيها للناس عايزه مثلا عجينه طعميه والكلام ده كله جاهزه، مشروع حلو والله. والشغل مش عيب، وبل العكس انت هتساعدي في المعيشة الصعبة اللي احنا فيها الايام دي. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا يا رب. وهنا بصوا ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة. انا حاطة كمية كبيرة في الاكياس مش كمية صغيرة، عشان زي ما قلت لكم ده مش ليا بس. وهنا كان الترمس استوى واحط له بقى ملح واظبط له الدنيا. وهو اللهم بارك هرصهم بعد كده على بعض واحطهم ايه في الفريزر. كل ما احتاج عجينة طعمية كيس اطلع منه زي الفل. وبرجع واقول لكم انا ما حطيتش غير ملح بس، ملح مادة حافظة وخلاص على كده. لما اطلع الكيس بقى احط اللي انا عايزه احطه، شطه، كمون، كزبره، احط ملح تاني لو لقيت الملح ناقص والكلام ده كله. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. شويه طعميه زي العسل اللهم بارك. اعتمدي طريقة الطعمية دي، حاجة حلوة ما شاء الله. وزي ما قلت لكم التفريزات مش هتضر، بل العكس بتنفع كتير جدا جدا في وقت الزنقة. وكلنا كستات بيوت بيجينا وقت كده بنبقى ايه مش فاضيين ان احنا نعمل اي حاجة، فانت تتلفي الحاجة من الفريزر وخلاص على كده تطلعيها تعمليها زي الفل وطازة وعسل، ويعني مش هتضر. وادي الكمية كلها اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله يعني، والكيس ملانة. جربي لو حابة تعملي مشروع اعملي كده عجينة الطعمية وجربي كده، وان شاء الله ربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا يا رب. وده كان الفيديو بتاعي، رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.